حطيت اللبن على اللحمة المسلوقة وبجد اتصدمت من النتيجة هايلة وممتازة جدا. حطيت اللبن على اللحمة المسلوقة وكانت روعة وفي منتهى الجمال. وصفة جميلة جدا هتعمليها هتاكلي من بعدها لحمة مشوية حلوة جدا لذيذة دايبة من غير فحم ولا دخان ولا فرن ولا بهدلة ولا الكلام ده كله. عندك حتة لحمة مسلوقة وهاتي شوية لبن وهنعمل اروع واحلى واجمل لحمة مشوية ممكن تدوقيها في حياتك. بجد حتة لحمة دايبة زي الزبدة وطعمها جميل جدا وريحتها في منتهى الجمال. ريحتها ريحة شوي فعلا، حاجة كده يعني فاخر من الاخر. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونحط لايك للفيديو لو اول مرة بتشوفي نشترك في القناة وندخل نشوف الطريقة. اول حاجة كده معايا لحمة مسلوقة كده اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا انا كنت هسلقها وهعمل بيها اكل كده لحمة مسلوقة. ولادي قالوا لي لا احنا عايزين لحمة مشوية، فقلت لهم من عينيا حاضر مفيش حاجة هتوقفنا وهعمل لكم لحمة مشوية. طبعا شلتها كده من الشوربة وصفيتها كويس وحطيت عليها لبن حوالي ربع كوباية لبن. ولو ما عندكيش لبن وعايزة تعمليها هقولك على البديل بتاع اللبن دلوقتي. حطيتها بقى كده في بولة اكبر علشان اعرف اقلبها كويس في التتبيلة دي. حطيت طبعا ربع كوباية لبن، عليها معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، عليها معلقة صغيرة من البابريكا بتديها لون حلو قوي، عليها نص معلقة صغيرة من البصل البودر ونص معلقة من الثوم البودر، وكمان معلقة من بهارات الشوي أو كفتة الشوي، بهارات كفتة الشوي. يعني الكفتة لحمة برضو والبهارات دي زي دي. بصوا اللبن اهو بقلب كده كله مع بعض واللبن مع الخلطة كويس قوي قلبتها كده زي ما انتم شايفين. ولو ما عندكيش لبن بديل اللبن الزبادي، هتحطي معلقتين او 3 معالق من الزبادي حسب كمية اللحمة معاكي ما تاخد، او حسب كمية اللحمة معاكي قد ايه. سبتها بقى كده في التتبيلة حوالي تلت ساعة لنص ساعة. بعد كده رحت على البوتاجاز على نار عالية كده زي ما انتم شايفين. حطيت طاسة وفيها معلقة من السمنة، او ممكن تحطي زبدة وشوية زيت. السمنة ساحت معايا كده وسخنت معايا الطاسة سخنت، بدأت ان انا احط اللحمة بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. اهم حاجة تكون النار عالية وما تبقاش عالية قوي، يعني تبقى في المتوسط كده. ممكن نحط على عين البوتاجاز الوسط زي ما انا حاطه كده. هبتدي بقى ان انا احط اللحمه بتاعتي كده كلها رصها في الطاسه واخليها كلها ملامسه للطاسه، ما احطش حته فوق التانية. هحطها بقى كلها بالشكل ده، وبعد كده التتبيله اللي هتبقى معايا هفضيها كلها كده فوق اللحمه. عايزه اقول لكم اول ما لمست السمنه كده وابتدت يعني خدت يعني وانا بحط كده دقيقة على النار الريحة طالعة رهيبة. ريحتها طالعة ما شاء الله، يعني يا ريتكم تكونوا شامين الريحة دلوقتي. ريحة تجنن، ريحة شوي، ريحة تحفة جدا تخليكي كده تشتاقي للأكلة. حطيت بقى اللحمة كده كلها زي ما انتم شايفين. هحط عليها باقي التتبيلة دي اللي هي باللبن وشوية التوابل اللي حطيناها. هنزلها كلها كده فوق اللحمة. هخليها بقى تاخد تشويحة كده لمدة دقيقتين، وبعد كده هقلبها على الوش التاني. طبعا هي هتستوي لانها اوريدي مستوية، ولكن التتبيلة اللي عملناها واللبن اللي حطيناه بيخلي انساج اللحمة، يعني النسيج بتاع اللحمة بيتشرب كويس قوي من اللبن وبيخليها جوسي كده وطرية جدا، وهتبقى دايبة معاكي وزي الزبدة. وهتشوفوا معايا اللحمة طالعة عاملة ازاي. خدت بقى لون واتشوحت كده وخدت صدمة حلوة قوي كده. هقلبها بقى على الوش التاني او على الجنب التاني كده زي ما انتم شايفين. بجد جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا جدا، يعني ما اقولكوش في منتهى الجمال. لحمة مشوية من غير دخان ولا فحم ولا بهدلة بقى ولا كمان فرن ولا اي حاجة. هتعمليها على عين البوتاجاز وانتي واقفة وهتاكلي احلى لحمة مشوية كلتيها في حياتك بجد. وعن تجربة جربوها بطريقتي وهتدعولي مش عايزة منكم غير دعوة حلوة. خلاص كده اتشوحت من الجنب التاني برضو، بدأت ان انا هشيلها بقى كلها معايا كده. ولو وصلت لحد هنا من الفيديو يلا انزلي حطي لايك للفيديو وشيريه مع اصحابك وحبايبك واخواتك علشان الكل يستفاد من الوصفة الجميلة دي.
خلاص بقى شايفين اللحمة كلها اتشوحت من الجنبين اهو زي ما انتم شايفين. عايزة اقولك الصوص اللي نازل منها ده بقى تحفة. ممكن تقلبي فيه شوية خضار كده، تعملي جنبها خضار سوتيه، ممكن تاخديه تعملي تحطيه على، تزودي يعني معلقتين سمنة وتعملي شوية رز اصفر كده، هيبقى معاكي طعمه في منتهى الجمال. اللحمة طلعت معايا اهي زي ما انتم شايفين، لونها روعة، ريحتها تحفة جدا. بجد بجد الطبق ده ممتاز. لو عملتيها وقدمتيها للضيوف عندك مش هيصدقوا ان انت عاملاها في الطاسة، بجد هيقولوا ان انت شوياها ومشوية كمان على الفحم بريحتها الرهيبة دي. انا عايزة اوريكم هي ازاي دايبة وبتتقطع بكل سهولة، ولكن هي سخنة جدا. بس انا هقطعها لكم دلوقتي، شايفين من جوه عامله ازاي. عايزه اقول لكم ريحتها، يعني ريحتها جباره، ريحتها بجد جميله جدا. شايفين كلها دايبه وكلها مستويه زي بعضها. وعلى فكره تنفع باللحمه الكبيره، يعني لو انت عندك لحمه كبيره هتسلقيها وتعمليها بالطريقه دي برضو هتنفع. تنفع باللحمه الضاني، تنفع باللحمه الصغيره الكندوز، تنفع باي نوع لحمه عندك. رشيت بقى عليها شويه بقدونس كده وخلاص بقت جاهزه معايا. تعملي بقى جنبها طبق سلطه خضرا كده وطبق سلطه طحينه مع شويه رز اصفر كده من الرز البلدي بتاعنا العادي او شويه رز بسمتي، وهتبقى سفرة في منتهى الجمال. شايفين بجد طعمها رهيب ودايبه وزي العسل. ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو، واستنوني في وصفه جديده واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.